البطيخ مع الجبنة هو أحلى وأشهر حاجتين بيتاكلوا في مصر في الصيف في الجو الحر. وبما إن البطيخ في الموسم بتاعه هقول لكم على أسهل سلطة ممكن تتعمل بثلاث مكونات بس: بطيخ وجبنة ونعناع. أول حاجة قطعوا البطيخ بالطريقة اللي بتحبوها سواء مكعبات صغيرة أو مثلثات، وحاولوا تشيلوا البذر على قد ما تقدروا. البطيخ بيكون فيه نسبة مية كويسة قوي، بس بيكون نسبة السكر فيه أعلى شوية. ممكن نعادل السكر ده بشوية جبنة فتة مالحة علشان كمان تكون مصدر بروتين في السلطة، ومعاهم كام ورقة نعناع أخضر فريش. وكده نكون خلصنا أسهل وأبسط سلطة ممكن تعملوها في الصيف. لو حابين ممكن تزودوا عليها بس رشة زيت زيتون من فوق، لانه بيكون طعمه حلو جدا مع الجبنه. والطبق على قد ما هو بسيط على قد ما هو مغذي ومنعش جدا، ومكوناته سهله ومش محتاج تحضير كتير. جربوها وقولوا لي رايكم، وقولوا لي ايه اكتر سلطات بتحبوا تاكلوها في الصيف، ولو عملتوا السلطه دي ممكن تحبوا تزودوا عليها ايه. وبالهنا والشفا. ده موسم المانجا، تعالوا ندخلها في احلى سلطه تنفع للكبار والصغيرين، والاختلاف في مكونين بس. ولو بالصدفه اشتريتوا مانجا وطلعت مش مسكره فدي فرصه تدخلوها في السلطه دي، هتبقى حلوه قوي. اول حاجه هنكتر من الحاجات اللي بتدي ترطيب في الصيف زي الخس والخيار، ونقطعهم مكعبات صغيره قد بعض، ونضيف معاهم طماطمايه متقطعه مكعبات صغيره، او ممكن تستخدموا طماطم شيري لو عايزين، وذره مسلوقه او مشويه. انا هنا استخدمت الذره اللي جاهزه للاكل على طول من جرين هاوس، وشويه بقدونس متقطعين صغير، واي نوع مانجا انتوا بتحبوه. يعني لو فتحتوا المانجا ولقيتوها ناشفه شويه او لسه ما استوتش، يبقى دي انسب فرصه انكم تعملوا بيها السلطه دي. الطعم الحادق شويه بتاع المانجا مع مكونات السلطه بيخلي طعمها حلو جدا، وكمان هيخلي الاطفال ياكلوا السلطه كلها في حاله انهم مش قابلين طعم المانجا اللي مش مسكره. وكده السلطه تكون جاهزه ليكم او للاطفال. لكن لو عايزين تدوا السلطه طعم سبايسي شويه وده ليكم بس مش للاطفال، ممكن تزودوا شطه ومكسيكان ديب من جرين هاوس، وده خلى السلطه سبايسي وحلوه قوي، وممكن تاكلوها مع ناتشوز، وبتكون لذيذه جدا في الصيف والجو الحر، وينفع تعملوها في يوم مش عايزين تطبخوا فيه وجنبها صدور فراخ مشويه. جربوها وقولوا لي رايكم، وقولوا لي ايه اكتر سلطات بتحبوا تاكلوها في الصيف، وقولوا لي ايه اكتر نوع مانجا انتوا بتحبوه. واستنوا سلطه الصيف اللي جايه، وبالهنا والشفا. احلى حاجه ممكن ناكلها في الصيف هي السلطات، والاحلى لما بتكون سهله وبتتعمل بسرعه وبتكون خفيفه وبارده ومنعشه. السلطه النهارده مكسيكي، كل مكوناتها سهله وجاهزه. كل اللي محتاجينه ورق خس متقطع صغير، طماطم شاري احمر واصفر، وفلفل الوان. واساس السلطه ذره حلوه فكتروا منها زي ما انتوا عايزين، فاصوليا حمراء عشان بروتين نباتي وكمان الوان اكتر، واحده افوكادو متقطعه مكعبات، بصل احمر متقطع مكعبات صغيره، والدريسنج اللي يخلي السلطه كريمي وحلوه معلقه ساور كريم، معلقتين او ثلاثه زبادي يوناني، رشه ملح وبابريكا، ولو عايزين ممكن معلقه مايونيز، لو مش عايزين خلاص براحتكم، وشويه هوت صوص لو بتحبوها سبايسي. هنقلب الدريسنج كويس قوي وبعد كده نضيفه على السلطه. كده خلصنا المكونات الاساسيه. لو حابين تضيفوا شويه جبنه، وممكن تضيفوا معاها شويه ناتشوز او عيش تورتيه. السلطه دي على قد ما هي خفيفه ومنعشه، بس هي بتشبع قوي، وممكن جدا تسيبوها في التلاجة، مكوناتها مش هتدبل، بالعكس طعمها بيبقى احلى واحلى كل ما قعدت في التلاجة اكتر. لذيذه جدا وتنفع للاطفال، بس حاولوا ما تضيفوش اي حاجه سبايسي. وبعد ما خلصت السلطه اكتشفت اني ناسيه مكون مهم جدا. اكتبوا لي المكون الناقص في الكومنتس، وقولوا لي اكتر سلطات بتحبوها في الصيف. جربوها وقولوا لي رايكم. بالهنا والشفا. في الصيف والجو الحر بنحب دايما ناكل سلطات، خصوصا لما بتكون خفيفه ومنعشه ومكوناتها موجوده في الموسم بتاعها. هقول لكم ازاي تعملوا احلى طريقه لسلطه الخوخ والذره المشوي، وخصوصا ان الخوخ دلوقتي في الموسم بتاعه. هنبتدي بالخس. ممكن تجيبوا خس احمر واخضر، بيكون فيه نسبه ميه عاليه، مهمه جدا لترطيب الجسم في الوقت الصيف. هنشفه كويس بنقطعه صغير. نبتدي نجهز الخوخ. هنقطعه قطع بس تكون مش صغيره قوي علشان يكون ماسك نفسه واحنا بنشويه. واللذيذ في الخوخ المصري انه بيكون فيه ميه كتير وسكره مظبوط، وده اللي بيخلينا لما نشويه ما نحتاجش نحط عليه عسل او اي حاجه. في طاسه سخنه ما بتلزقش هننزل الخوخ ونسيبه بس لحد ما ياخد لون خفيف، واللون ده هو اللي بيدي طعم حلو قوي للخوخ. وبعدين في نفس الطاسه هنشوي ذره. انا استخدمت ذره جاهزه للاكل على طول من جرين هاوس، هي مسلوقه وجاهزه بطريقه تحافظ على الفيتامينز بتاعتها، بس انا شويتها في الطاسه حاجه بسيطه علشان تدي لون حلو. بشرت شويه جبنه على الوش، استخدموا اي نوع جبنه انتوا بتحبوها. وللدريسنج ما حبيتش ازود اي حاجه من فوق غير رشه عسل بسيطه، وده اللي خلى السلطه طعمها احلى ولايقه مع نكهه الشوي اللي موجوده في الذره والخوخ. السلطه دي ميزتها انها ممكن تتاكل لوحدها او ممكن تتاكل مع حاجات مشويه جنبها، منعشه وخفيفه ولايقه جدا مع الجو الحر في الصيف. جربوها وقولوا لي رايكم، قولوا لي اكتر سلطه بتحبوا تاكلوها في الصيف. وبالهنا والشفا. الفراولة البيضة تقريبا أحلى حاجة جربتها في مصر، وعملت بيها سلطة حلوة جدا مع دريسنج خفيف. دي الفراولة البيضة ليها موسم معين في السنة. في ناس ممكن تفتكرها إنها مش مستوية، بس هي نوع تاني من الفراولة بيكون لونها أبيض شوية أو بينك، وطعمها مسكر أكتر وشبه الأناناس. مليانة فوائد وغنية جدا بالفيتامينز والمعادن، ده غير ان شكلها ولونها حلو قوي، وممكن تعملوا بيها كذا حاجة. وبما ان سلطة الفراولة في العموم هي اقرب سلطة ليا، قلت جربها واشوف طعمها في السلطة حلو ولا لا. حطيت خس وقطعت فراولة بيضة وفراولة حمراء، والميكس بين نوعين الفراولة كان حلو قوي لانه خلى السلطة مليانة نكهات، وكمان الوانها المختلفة خلت شكل السلطة في الاخر حلو قوي.
واكيد زي ما انتم عارفين الوان اكتر يعني فوائد اكتر. ضفت عليهم شويه حرنكش وكمان فجل احمر. وسلطه الفراوله بتبقى حلوه جدا مع الجبنه. ضفت نوع جبنه سوري بيبقى شبه الجبنه الفته شويه، وعليهم شويه لوز محمص. نيجي بقى للدريسنج اللي خلى طعم السلطه حلو قوي، لان فيه فراوله ولوز ومكوناته كلها طبيعيه، خلى طعم السلطه احلى واخف بكتير. لو انتوا بتحبوا تاكلوا حاجه خفيفه وفي نفس الوقت بتشبع، وكمان لو بتحبوا السلطات اللي فيها فاكهه، جربوا تعملوا السلطه دي اول ما تلاقوا الفراوله البيضاء على طول، وكمان جربوها بالدريسنج بتاعها هتبقى احلى واحلى. الدريسنج هتلاقوه موجود في جرين هاوس مع كمان دريسنجز تانية كتير فيها فاكهة، وبتليق مع كل أنواع السلطات تقريبا. السلطة طلعت حلوة جدا، وكمان جربت أحط الفراولة البيضة مع وصفات تانية. اكتبوا لي لو حابين أحط لكم باقي الوصفات، وقولوا لي جربتوا الفراولة البيضة قبل كده ولا لأ، وبالهنا والشفا. في فاكهة لذيذة جدا اتشهرت جدا الفترة اللي فاتت وشفت ناس كتير بتجربها. دي أول مرة بجرب معاكم الجنارك، فتعالوا أقول لكم كل حاجة عنها. هي فاكهة مشهورة جدا في لبنان وسوريا وتركيا، وزي أي فاكهة كل بلد بتسميها باسم معين. بيسموها جنارك أو كرز أخضر، بس هي في الأصل برقوق لونه أخضر. طعمه حمض شويه، والناس مش بتتعامل معاه كانه فاكهه مسكره، هو اقرب للمزازه شويه، وريحته وطعمه فريش جدا ولايقين جدا مع الموسم بتاعه اللي هو الربيع. ممكن يتاكل كده لوحده زيه زي اي فاكهه، او في طريقه تانية لذيذه قوي بيستخدموها الناس، وهي انهم بيحطوا عليه ليمون وملح وشطه، وده بيخلي طعمه مملح وساور. يعني الناس اللي بيحبوا الحاجات اللي فيها مزازه هيعجبهم قوي، بس حاولوا ما تكتروش ملح قوي علشان الضغط. هو مش بس كمان طعمه حلو، انا لما قريت عن فوائده لقيت ان فوائده كتيره جدا، سعراته قليله وفي فيتامينز ومعادن زي البوتاسيوم مثلا. والحاجه الحلوه اللي فيه انه بيتاكل اكتر من طريقه. جربته لوحده، اكيد طبعا جربت احطه في سلطه، وكانت من احلى السلطات اللي انا اكلتها، لان تقريبا كان فيها كل النكهات والاطعم، وكانت فريش جدا ولايقه مع الجو الصيف. قولوا لي جربتوا الفاكهه دي قبل كده ولا لا، وبتحبوا تاكلوها لوحدها ولا في سلطه؟ واستنوا فيديو سلطه الجنارك اللي جاي، وبالهنا والشفا.